السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم وفاء مصطفى. النهارده يا جماعه فيديو مهم جدا. عايزين تاكلوا احلى فول مدمس هتدوقوه في حياتكم. مفيش غير الطريقه دي بس هي اللي بتطلع الفول بالشكل ده يا جماعه. شايفين جمال الفول؟ عايزه اقول لكم طعمه رهيب. مش هطول عليكم، هاتوا فول بلدي. انا جايبه هنا كيلو من الفول البلدي. نقيت بقى منه اي حاجه مش حلوه كده زي ما انتم شايفين، وجهزت نص كوبايه من العدس الاصفر وكوبايه من الفول المقشور اللي ملهوش قشره. بصوا يا جماعه، هاتوا الفوله البلدي اللي تكون لونها فاتح، دي بتبقى احلى فوله في التسويه. تعالوا بقى هقول لكم هنعمل ايه. هجيب حله كده وهحط فيها الفول بتاعي. بتنقي كويس جدا، ما فيهوش اي فولايه فيها اي نقطه سودا ولا فولايه مكشكشه كده. كل ده شيلته من الفول. خلاص كده هحط بقى عليه نص كوبايه من العدس الاصفر. الاضافات دي مهمه جدا يا جماعه، بتدي بقى غنى للفول وبتدي طعم حلو جدا. هنحطهم مع بعض. هاجي اخد الفول تحت الحنفيه اغسله 5 6 7 مرات لغايه ما الميه اللي فيه تبقى رايقه خالص. انا ما نقعتش الفول يا جماعه، المحلات ما بتنقعش الفول. وبتعمله كده وهنشوف كده هيبقى القشره بتاعته دايبه معاه، مش القشره مش هتفصل منه ابدا. بملى بقى الحله ميه على الاخر عشان مش عايزه اكشف على الفول كتير. انا هعمله النهارده في حله لان كميته كبيره، مفيش دماسه بتاخد كيلو. وحطيته على نار عاليه عادي خالص. بس غطا الحله يكون محكم كده. انا نقلته في حله طبعا اكبر لان الحله طلعت صغيره. ومليت الحله ميه زي ما انتم شايفين اهو. الفول ما بيتقلبش يا جماعه خالص، انا مجرد بوريكم بس الميه مليانه لغايه فين. ههدي عليه بقى النار خالص واحطه على اصغر عين عندي. وكمان هغلي ميه على عين تانية عشان لما احب ازوده. انا مش هزوده كتير لان هو بصوا كده فات عليه حوالي 4 ساعات ونص، وكانت الميه محتاجه تتزود. بصوا يا جماعه، يعني مش كل نص ساعه بزود، لا انا هزود مره واحده او مرتين بالكتير. والفول بدأ خلاص يستوي، لكن لسه هقول لكم على الوقت اللي هياخده لغايه ما ايه يكمل سوا على الاخر. هبدأ ازود بقى. بصوا هنملى الحله تاني، هحط بقى كل كميه الميه اللي انا غليتها. ما ينفعش نزود الفول يا جماعه غير ميه بتغلي. اي ميه بارده يعني هتسمر الفول معانا. وزودي بقى الميه كويس قوي ونغطي عليه. هغطي عليه والغطا هتأكد ان هو محكم برضو ومقفول كويس خالص. بصوا يا جماعه اهو الفول بتاعي اهو. انا هسيبه كمان ساعة ونص، يعني في الاخر خالص 6 ساعات كاملين لغاية ما الفول يستوي. بعد ساعة ونص هبص الاقي خلاص الفول بصوا لونه اهو. بصوا يا جماعة شايفين بدأ يتقل شوية، بس مازال برضو يعني المية بتاعته مش التقيلة اللي انا عايزاها او اللي انا بشوفها بره. اما بقى عن التسوية فاستوى تماما. بصوا القشرة بتاعته ما بتفصلش وطري جدا وعامل زي الزبدة بالظبط. زي ما انتم شايفين كده. بعد ما الفول بقى استوى 100%، تعالوا نبدأ بقى في الخطوة السحرية اللي هتنقل الفول في حتة تانية خالص. حطيت هنا 3 معالق ونص من الدقيق، وحطيت عليهم شوية من الكركم. الكركم طبعا يعني حاجة مفيدة، والدقيق كمان دقيق يعني عادي. وبعدين بزود مية وبمضرب كده او بمعلقة او بشوكة. يعني بخلط كده المكونات مع بعضها لغاية ما يبقوا عجينة شبه عجينة الكريب كده، وناعمة جدا ما فيهاش اي تكتلات. وبعدين الفول طبعا استوى يعني 100%. ففي نفس الوقت بكون ايدي في الفول وايدي التانية بتنزل من الخليط ده، وبقعد اقلب كده زي ما انتم شايفين. الخليط ده يا جماعة هيدي للفول قوام تقيل ولون وطعم كمان جميل. كل ده هيدوب فيه بعد التسوية. زي ما انتم شايفين بقلب اهو. هنزل بقى كل الكمية كلها وهقلب كويس. زي ما انتم شايفين طبعا الغليان بتاعه هيقف شوية عشان يعني الخليط الدقيق اللي احنا حطيناه هيبرد شوية من الفول. بس عادي هيرجع يغلي تاني. نغطي بس عليه كويس جدا ونحبك الغطا وهنسيبه ربع ساعة. بصوا يا جماعة بعد ربع ساعة بصوا تقل ازاي اهو. انا بقيت بس النور عشان تشوفوا، النور كان مطفي. بصوا تقل المية بتاعته دي يا جماعة يعني عشق تاني. بتتاكل مع الفول، هي دي اللي بتطعم الفول اساسا. سيبته كمان 10 دقايق كمان، وزي ما انتم شايفين بدأ يشكشك اهو خلاص. والمية بتاعته تقلت اهي، ولما تبرد كمان هتتقل اكتر. انا كده خلاص الفول بتاعي استوى تسوية 150%، والمية بتاعته تقلت زي ما انا عايزة ولونها زي ما انتم شايفينه. وخلاص كده يا جماعة هطفي على الفول. هغطيه وهطفي عليه.
بصوا بقى ده بعد ما برد خالص، يعني بعد 5 ساعات مثلا يعني من التغطية. لو لقيتوا على الوش اي حاجة اتكونت كده سودة شوية شيلوها ارموها، تبقى حاجة طبقة خفيفة جدا. لكن الفول نفسه هيبقى زي الزبدة وبالقوام والشكل ده، كأنكم شارينه جاهز من بره بالظبط. بصوا يا جماعة، مهما عملنا احلى حاجة في الفطار هو طبق الفول الجميل اللي هنعمله ده. شوفوا بقى الطبق ده مش هتعرفوا تشتروه من بره اصلا بالجمال والحلاوة دي، مش هتلاقوا. يعني مهما عملتوا هتلاقوا احلى طبق فول هو ده اللي هتعملوه بالطريقة دي. شوية بقى زيت حلوين، على شوية كمون، على شوية ملح، ولو شوية شطة ماشي. وهنعصر بقى عليه نص ليمونة حلوة كده، ورشة طحينة جميلة، واحلى طبق فول مدمس هناكله في حياتنا بجد بجد. لو مفيش جنبه اي حاجة، هم قرنين فلفل اخضر كده ورغيف عيش حلو، وخلاص كده فطرنا وكلنا احلى فول. هنقلبه بقى كده، عايزه اوريكم لما بيتقلب بيبقى عامل زي الفول اللي احنا شاريينه من احلى عربيه فول بقى بتاعت زمان اللي فاكرها يعني. بصوا يا جماعه جمال الفول بجد، هيعجبكم جدا. اعملوه بالطريقه دي ويعني مش هتندموا، وهتعملوه على طول، مش هتحبوا تاكلوا اي فول من بره ابدا. انا كده خلاص خلصت الفيديو بتاعي، كان هدفي الافاده. يا رب تكونوا استفدتوا. حطوا بقى لايك حلو للفيديو، وشيروا بقى الفيديو في كل حته.